السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ انا توفيق الحديدي وده فيديو بيضحك. الحقيقه يعني ان في مناسبات جميله جدا، في مناسبات كده تخليك تشعر بالدفء، زي مثلا عيد ميلادك وانت صغير. فاكر اللي متصور خالتك مصوراه بكاميرا ديجيتال في ازايز بيبسي وميراندا الازاز وباتون ساليه وتورته طعمها وسخ، والبيتزا المعفنه الصغيره دي اللي هم بيشتروها من الفرن دي. انا مش فاهم البيتزا دي هم عايزين يوصلوا لايه بالبيتزا دي. بيتزا بنت وسخه طعمها زباله هي طعمها مش وحش، هي طعمها بس يعني ولا هو محصل البيتزا العاديه ولا هو محصل عجينه العيش الفينو، وتاكلها تفضل جعان برضه يعني. وبعدين بيتزا صغيره حاطين عليها ربع زيتونه وحته طماطم صغيره وحتتين جبنه موتزاريلا كده. هو ده مشروع تخرج واحد في فنون جميله بيعمل اللي هي الحاجات كلها حاجات مصغره بقى، يعمل بيتزا صغيره بقى وكنز في كولا صغير وواحد بياكلها صغير. او في مناسبه تانية جميله برضو زي حفله ظهورك مثلا. ده ببساطه يعني الاهل بيتجمعوا عشان يعملوا ريفيو وفي مناسبه بقى اسمها الفرح. احنا بنعمل الفرح ده عشان هنفرح النهارده. احنا نضحك بس، هنفرح ونرقص ونضحك ونرقص وناكل ونرقص. دي ببساطه يعني الفرح ده بيبقى عيد ميلاد، قصة حب اتولدت ما بين اتنين. بس قبل ما نوصل لهنا في بروسيس كبيرة فشخ الموضوع. يعني في انك بتروح تتقدم وبعد كده بتروح تاني تقرا فاتحة، بعد كده بتروح تاني تعمل خطوبة وبعد كده تتخانقوا على القايمة وكل واحد يروح لحاله. في حاجة قبل الفرح بتتعمل اسمها اوتن. رايحين فين النهارده؟ رايحين اوتن. دي بتبقى في مكان من 3 حروف بيبيع الريد بول بقسط شقه. فمش تحس العريس والعروسه بينتقموا مننا قبل ما يعملوا الفرح؟ واي عريس وعروسه اي عريس وعروسه لما يجوا يقولوا لك على الاوتنج بتاعهم بيقولوها بالطريقه. يعني هو الاوتنج ده بيبقى فلوس كتيره فشخ بس هم بيقولوها بالطريقه. بقول لك ايه، انت وراك حاجه الجمعه؟ ما وراكش؟ طب حبيبي انا وسميه عازمينك على الاوتنج بتاعنا. لو ما جيتش هنتضايق جدا، ولو جيت حقيقي هنفرح بيك. خلاص هتيجي اكيد. طب بس يعني هو في مينيمم تشتري 60,000 بره عشان يتجوزوا الناس بره في بلاد بره، امريكا بقى واوروبا واسبانيا ونيوزيلندا والبلاد دي. يعني عشان انت تتقدم بتروح للبنت تنزل على ركبه واحده، تكون جايب لها خاتم كده وتفتحه لها، تقول لها ويل يو ماري مي، فهي تقول يس، او ماي جاد يس بس. وبعدين بيبوسوا بعض ويمارسوا شويه زنا على الضيق كده وبعد كده خلاص يعني بقى شوف بقى هم رايحين فين. هنا بقى في بروسيس بنت وسخ علشان تتجوز. تروح تتقدم تترفض، فتروح تاني تترفض، فالبنت تقول والله ما انا متجوزه غيره، فتروح تالت فتتقبل، بعد كده تقروا فاتحه وبعد كده تعملوا خطوبه، بعد كده تتخانقوا على القايمه وكل واحد يروح لحاله. وفي ناس بقى بعد البروسيس طويله فشخ دي، بعد ما يروح يتقدم ويجي ويروح وبتاع، يعملوا فيديو كده ظريف قوي وهو قال يعني بقى بيفاجئها بقى، بيقول لها ويل يو ماري مي. قال يعني بقى وهي مش عارفه بقى، هي كانها مش عارفه، اكنه لسه مش قاعد مع بابا بيتخانقوا على القايمه من 3 ساعات. ايه ده؟ انت بجد انت بتقدم لي؟ يس. دول كدابين. بابا عارف وماما عارفه وانا عارف، كل الناس عارف. لا بس الفرح كمناسبه حاجه في منتهى الاحراج بجد. حد خد باله قبل كده؟ الفرح بجد حاجه في منتهى الاحراج. من اول دخله العريس والعروسه وهم داخلين. كل مره اروح فرح يحاولوا يعملوا اكتر دخله كرييتيف في العالم ويكونوا اللي هم عايزيننا نتفاجئ. يعني اللي هو ايه ده؟ مش ممكن. هو انتوا بجد جيتوا فرحكم؟ دي مفاجاه بنت كنت فاكر انا هاجي اكل وارقص شويه وامشي. وفي الفرح بيبقى في حاجه اسمها البرايد ميدز دول العروسه تلبسهم كلهم نفس اللون عشان تقريبا العريس عنده عمى الوان او حاجه. وفي ناس هم بيكتبوا الدعاوي، بيكتبوا ندعو سيادتكم لحضور فرح الاستاذ عبد الرحمن على السيده ت. اللي هو تقريبا مناسب حرف اليه. الراجل ده لو خلف عيل هيسميه زين. استاذه ت دي وهي في المدرسه كان مدرس عشان النادي الغياب بيقرا الحروف الابجديه عادي، ومعاها في الفصل بقى كما واخواتها ومش عارف ايه. هو الراجل رايح يناسب قطعه نحو في ثانويه عامه. يعني انا مش فاهم العريس ليه خايف اللي احنا نعرف اسم عروسته.
انا مش فاهم ايه اللي ممكن يحصل باسم عروستك. مفيش اي حاجه ممكن تتعمل بالاسم الا ان ناخده ريفرنس مثلا واسميه لحد يعني مش فاهم، هو غيران على اسم الدرجات، رايح بقى مسجل اسم مراته ده في الشهر العقاري وبتاع علشان محدش ياخد الاسم، محدش، عشان تبقى هي دي الوحيده في العالم. اللي مش فاهم بصراحه الناس اللي بتخاف حد يعرف اسم مراتاتهم دول، يعني اللي هو يبقى في مول مثلا، يبقى في محل في مول، وبعد كده يبقى ماسك حاجه مش حابب اقول هي ايه ويقول وليد قيس ده، وليد قيس ده. انت كده ما فهمتنيش انك بتغير، انت كده فهمتني انك سالب بنوتي والبارتنر بتاعك مستنيك جوه وبيقيس لك حاجات. بجد اكتر حاجه شاذه شفتها في حياتي، وليد قيس ده، وبعد كده يقف بره، لا يا وليد، لا تخنت جامد يا وليد، نخس شويه. وفي برايد ميدز بقى محرجين اكتر، وكلهم بيلبسوا نفس اللبس وبيعملوا رقصه في وسط قاعه الفرح. عشان ليه لا؟ يعني احنا ليه ما نعملش حاجه زي كده؟ ليه كلنا ما نلبسش طقم واحد وكلنا نعمل رقصه؟ فاكرين نفسهم فرقه سعد الصغير اللي فرقته كلها اقزام، فاكر نفسه سنو وايت، معرفش يعني، بس عمري ما شفت في حياتي عامل فرقه وجايبهم كلهم اقزام يعني. هو عشان اسمه سعد الصغير يعني؟ والافراح بيجيبوا واحد فيها اسمه دي جي، واحد اسمه دي جي ده بيعمل ايه؟ بيوصل موبايله بالسماعه، بيشغل اوسخ بلاي ليست على ساوند كلاود، بياخد فلوس ويروح. ده لو شغل اغاني في العربيه وهو راكب مع واحد صاحبه هيبقى كده شغال فريلانس. في ناس بقى ايه تحب توجب معاك في الفرح، توجب من راجل لراجل يعني، فاهم؟ توجب معاك. بيوجبوا معاك ازاي بقى؟ بيأسيوموا انك عندك ضعف جنسي ويدوك حبايه عشان تشرفهم. اشرفك في ايه يا وسخ يا راجل، يا وسخ يا راجل، يا وسخ، اشرفك في ايه؟ هو انت مدير اداره رئيس اتحاد ملاك عماره السكس؟ في ناس بقى عشان توجب معاك بقى بتعمل حركه تانية بقى اوسخ عشان توجب معاك، بيوجب معاك يعني. هو عشان يوجب معاك، عشان يبقى اسمه وجب معاك ببعض يعني. ده لو انت قصدت في خدمه هيجي مثلا هيعمل فيك حاجه بنت وسخ. والافراح بيبقى فيها تورته كبيره فشخ، تورته كبيره فشخ بتاع 60 دور مثلا، والعريس بياكل منها قطمه والعروسه بتاكل منها بس، وبعد كده بتترمي بقى في الزباله. معرفش يعني، بس اللي خدت بالي منه ان كل ما تورتتك تبقى اكبر كل ما الناس هتحترمك اكتر يعني. يعني الشخص العادي مثلا بيجيب تورته عاديه 4 5 ادوار، الشخص الاغنى شويه بيجيب تورته على شكل فيلا، الشخص الغني بقى بيجيب تورته على شكل كومباوند بقى كبير متكامل بمول. وهنا حضرتك شايف في طريق السويس، انت على بعد بالظبط 2 كيلو. ها ايه رايك؟ تحب تشتري ده؟ حتى في فيلم اسمه الفرح، الفيلم ده ببساطه بيتكلم عن كباريه. وفي واحد في الافراح البلدي بقى اسمه النبطشي. النبطشي ده ايه كل شغلته؟ اللي هو بيعيد اسم اي حد، اي حد يعيد محمود ياسر. يعني ده لو حد وقفه في الفرح وقال له انت ايه محلك من الاعراب هيقول له توكيد. ده الامبريشن بتاعي للنبطشي لو دخل على مراته لقاها بتخونه. إيه. وفي افراح بتبقى غاليه فشخ، تبقى افراح غاليه فشخ لدرجه ان هم ممكن يجيبوا عمرو دياب يقف جرد على الفرح ويضرب اي حد مش معزوم في الفرح بالقلم. وليله الفرح بيكون اسمها ليله الدخله لسبب حقيقي انا مش حابب اقوله، بس كويس انها جت على قد كده ما تسمتش مثلا يوم او لحظه نكاح او حاجه وسخه كده يعني. والزغروطه في الفرح بترعبني فشخ بجد، الزغروطه من اكتر الاصوات اللي بترعبني في حياتي. بحس اني في حرب مع الهنود الحمر وبيستدعوا باك اب بالصوت الوسخ العالي فشخ ده، وهلاقي واحد راكب حيوان المومس وجاي جري. وفي ناس تقول لهم انتوا بجد هتصرفوا 90,000 جنيه على الفرح؟ انتوا مجانين؟ يقولوا لك ايوه يا اسطى ده يوم واحد في العمر، يوم واحد بس في العمر، خلينا نتبسط، يوم مش هيتكرر تاني. كلهم بيقولوا كده، كلهم بيقولوا كده، وهتتحرج وانت رايح محكمة الأسرة انت ومراتك عشان متخانقين عشان حاولت تسمي بنتك تامر الجيار. وفي ناس بقى ايه روشين قوي بقى، في ناس بقى روشين قوي بيعملوا فرحهم في الجونة بقى او دهب او اي شط عامة. العريس تقريبا فاكر نفسه اكوا مان، والعروسه فاكره نفسها حريه بحر اللي هي نص بوري ونص انسان عادي. دول بيعملوا فرحهم بقى في قاع المحيط او قاعه اللؤلؤه عادي. الحريه دي اغرب حاجه عامه انا شفتها في حياتي يعني. انا ما شفتهاش حقيقه طبعا، انا شفتها على النت يعني، بس هي نص انسان ونص سمكه وعندها خياشيم لما تيجي بتعطس بتعمل كده. وخدت بالي ان في الفرح كل الرجاله بتلبس بدل وكل الستات بتلبس فساتين. اكيد يعني كل الرجاله تلبس بدل وكل الستات تلبس فساتين. انت يعني انت مش رايح يعني فرح محمود اللي بينادي على البارتنر بتاعه في اوضه اللبس عشان
عشان يقيس له حاجه. بس يعني البدل والفساتين مش الدريس كود. يعني انت ممكن تروح تلبس اي حاجه، يعني هو محدش هيقولك ايه القرف اللي انت لابسه ده، انت عادي، انت ممكن تروح لابس اي حاجه والناس مش هتقولك حاجه، الا يعني لو انت راجل ورحت لابس فستان، يعني الناس ساعتها ممكن تستغرب، عشان كان على الاقل المفروض تلبس اي حاجه من تحت. والناس وهي بتحتفل بالعريس بعد ما الفرح يخلص بيبقى في عشوائيه بنت وسخ. الناس بيطلعوا بره الفرح بيقعدوا يضربوا نار في الهواء، بيفكروني بالصعيدي اللي ابن عمه مات. وفي بقى افراح الضباط. افراح الضباط دي بجد دي اكتر حاجه محرجه في العالم. الضباط بيروحوا لابسين بدل الشغل وبيقعدوا يضربوا نار في القاعه، يعني هم حتى ما بيطلعوش بره. كل ده ليه بقى؟ كل ده عشان يجاملوا صاحبهم. يعني دي الشغلانه الوحيده اللي شفتهم بيروحوا لابسين بيعملوا كده. يعني عمري ما شفت زبال مثلا رايح لابس ازرق في برتقاني الفرح بتاعه، ولمم صحابه كلهم الزبالين وكلهم جايين عنده الفرح وعشان يجاملوه بيمسحوا الارض او حاجه. ولا عمري شفت ضابط بحريه رايح فرحه بدله غطس واصحابه عشان يجاملوه بيضربوا بمسدسات الميه. يعني مش عارف بصراحه هم بيعملوا ايه. بس كده يا جماعه، دي كانت حلقه النهارده. اتمنى تكونوا اتبسطتوا. لو ما اتبسطتوش قشطه بجد، يعني انا بجد مش مهتم، بهزر يعني بصراحه. يعني اتمنى تكونوا كلكم اتبسطتوا. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت. لو مش عايزين برضو عادي بجد، ما عنديش اي مشكله. انا توفيق الحديدي، وده كان فيديو بيضحك. المكرونة عاملة ثورة علشان ما جابولهاش صلصة راما. الفرق كبير دي أكيد مؤامرة، والأكل كله هيقلبها دراما. دي البامية والفاصوليا جم رافعين شعار، دي صلصة بتحلي طعم الخضار. والبيتزا عاملة لها اعتصام والكشري صار، وشكلهم واخدينها جد مش هزار. والمكرونة عاملة ثورة علشان ما جابولهاش صلصة راما. من حق الأكل يغير ويطالب بالتغيير. مع راما الفرق كبير. المكرونة عاملة